صباح الخير استاذ بسيط. انت متعود يا عمر تتأخر على مواعيدك كده؟ حضرتك انا جاي في ميعادي الساعة 10. بالظبط. حضرتك لو قصدك بالظبط يعني قوي هي 10 ودقيقتين. وهم خلوا الساعة 58 دقيقة بدل 60؟ ما هو الدقيقتين دول تأخير يا عمر. انا متأسف حضرتك. ده السي في بتاعي. الصورة دي في استوديو عرايس كليوباترا 2000 مش كده؟ مظبوط حضرتك. عارف الخلفية بتاعتهم. انت متعود يا عمر تحضر الانترفيوهات بالجرافات السودة دي؟ ده حتى مش فال حلو يا راجل. ما جاش في بالك ان في الوان اهدى بكتير زي الاخضر الزرعي لما تعمل له ماتشنج مع الحمص الفسفوري هيبقى احلى كتير يا عمر. حضرتك لو الجرافطة فيها تمام. انت الدبوس يا استاذ. نعم حضرتك. الاكسنت بتاعي فيه حاجه يا عمر؟ لا حضرتك ده حتى بريتش امريكان. حضرتك كمان هتلاقي في السي في بتاعي ان انا كنت الاول على دفعتي، وخدت كمان شهاده من الاي بي سي، وخدت كمان الشهاده بتاعتي من جامعه اسكندريه حتى. ايوه صابر. لا انا اللي رفضت الاجازه يا صابر، مفيش اجازات. هو انت مش كنت واخد اجازه من 2003 في اغسطس تقريبا على حسب ما اتذكر صح؟ لا مفيش اجازات يا حبيبي. مع السلامه صابر. انت هتنزل في ورديه الجمعه، انت شغال الجمعه يا صابر. لما جالي طلب الاجازه قلت لهم نزلوا صابر الجمعه. شكرا يا حبيبي، مع السلامه. اقدر اساعدك ازاي يا عمر؟ حضرتك انا محتاج اشتغل. محتاجين خبره 7 سنين على الاقل. انا محتاج اشتغل عشان اتعلم واخد خبره. بس احنا محتاجين خبره. وانا محتاج اشتغل عشان اخد الخبره. مش هقدر اوظفك من غير خبره. حضرتك انا معايا خبره 5 سنين وعايز اوصل لل7 عشان اكمل بقى. ايه ده؟ انت متخرج من 5 سنين؟ ايوه يا مستر بسيط، انا قديم برضه في السوق. ياه يا خساره. اصل احنا عايزين حديث التخرج. يعني حضرتك عايز حديث التخرج ولا خبره 7 سنين؟ احنا عايزين حديث الولاده مع خبره 13 سنه جرابوكس اوتوماتيك. خلينا نشوف عندك ايه. بص يا مستر بسيط، انا بعرف اشتغل على اكسل واتوبي بريمير ودافينجي ريزولف وافتر افكت وشويه كده في الفوتوشوب. بيعرف يسوق هينداي اكسل وتصور مع شرنوبي وبيطير زي مازنجر. معلش بس عشان مش واخد بالي، هو حضرتك هتبعت لي موافقه على الماسنجر؟ انت بتعرف بجد تشتغل على اكسل ولا بتهزي؟ ده لعبتي. ده انا بقالي 10 سنين مش عارف اعمل عليه جدول. ايه؟ قول لي يا عمر، لو انت في صحراء ومعاك ازازه ميه وزرعه وازازه الميه فيها بق واحد بس، هتشرب ولا هتسقي الزرعه؟ اكيد هشربه. غلط. ما تشتري ازازه ميه تانية يا اخي. ما عندك مزارع دينا، عندك واحد عمر، اكشاك كتير على الصحراء يمين وشمال. حضرتك اللي قلت لي ان احنا في صحراء، اعمل ايه؟ المفروض تسال انت فين في الصحراء، في قلب الصحراء ببطنها ولا على الصحراوي من بره. الديتيلز يا عمر، التفاصيل هي اللي بتفرق ما بين الموظف الناجح والموظف الفاشل. ما شاء الله على ذكاء حضرتك الخارق ده. ايه الاسئله العبقريه دي لاختيار الناس؟ معلش سؤال واحد بس. عبقري؟ هو ازاي واحد زي حضرتك شغال في البوزيشن ده ومش مدير على الاقل؟ لا مش لدرجه مدير يا راجل. يعني انت فاهم عشان تبقى مدير لازم يبقى ليك معارف، وانت فاهم بقى الجو ده. قول لي يا عمر، شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ ها حضرتك اللي شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ اصل شخصيه بالذكاء ده مش اقل من رئيس قطاع او مدير اقليمي على الاقل يعني. انت مكاش. انت ولد هو المدير الاقليمي ده اللي هو بيسافر من بلد لبلد ويتصل بالسكرتير. ايوه يا سوسن، احجزي لي على طياره جنيف بكره الساعه 7. هو ده قصدك عليه؟ يا عم يا عالم، كمان 5 سنين مين يعيش ومين يموت؟ انا كمان بعد 5 سنين يا عالم مين يعيش ومين يموت. نعم يا اخويا. ايه الاجابه مش مقنعه؟ دي حتى اجابه حضرتك. بالعكس، ده هي دي الاجابه النموذجيه، دي الاجابه اللي كنت عايز اسمعها منك. قول لي يا عمر، انت جاي تشتغل عشان المرتب؟ يعني الموضوع بالنسبه لك مادي بحت؟ يعني لو جالك عرض اكتر مننا هتسيبنا وتمشي بعد ما صرفنا عليك وخليناك بني ادم؟ ولا انت جاي فعلا عشان نفسك تكون جزء من الكيان الناجح ده وتكون ابن الشركه بغض النظر عن اي اغراءات بره؟ قول لي يا استاذ بسيط، انت عندك خلفيه ان شركه زعزيع القصب البني طالبين موظفين اتش ار؟ والمرتب كمان بيبدأ من 210,000 جنيه 522. ده غير طبعا الحوافز والحاجات ديت. انا خاله مدير شغال هناك، بس للأسف مش طالبين لا موظفين ولا ديزاينر ولا الحاجات دي، هم طالبين اتش ار بس. بجد عبورة؟ خاله شغال هناك؟ اقعد يا بسيط، اقعد يا بسطسط. طب يعرف حد في اوراق الجرجير الطري؟ اقعد يا بسيط يا حبيبي. بيقولوا برضو مرتباتها حلوه. يا بسيط،
خرجتنا بره الموضوع يا راجل. بالنسبه بقى لاجابه السؤال اللي انت سالته لي من شويه ان انا جاي عشان المرتب ولا لا، جاي عشان المرتب، ولو جالي عرض ازيد منكم ب 100 جنيه هقبله وامشي بكره الصبح. رخيص. هو ايه ده الرخيص؟ المكتب ده الخشب بتاعه رخيص كده وميزان ومش مالي مركزه زي حضرتك طبعا. اكسلنت، اجابه نموذجيه. الواقعيه، انا بحب الواقعيه. هنحور، ما كلنا بنجري ورا لقمه العيش، مصلحه فين بنروح لها، مفيش اتعشم بس يا عموره ان موضوع خاله بقى سر ما بيننا عشان موظفين انا بيبصوا. طبعا. وبالنسبه للتعيين انا ماضي على موافقه من اول سؤال. بالنسبه لي انت نموذج هايل متكامل للموظف الانساني. طيب استاذن انا بقى. حبيبي يا عموره نورتنا، هنستناك. حبيبي مش عايز اي حاجه. تسلم يا عموري. مواعيد العمل ايه؟ اي وقت براحتك، من لما تصحى تعالى. انا قلت كده بقى. عندنا اوبن عمل. حبيبي مع السلامه يا حبيبي. سلام يا عرعوره، سلم على خاله. هناك اللي بعده.